واش انا اختي كنتعدى في الوصفات وكنعطيها لكم بالطريقه الصحيحه وانت كتنوضي كديريها بالطريقه الغلط؟ قولي لي. كما السيده قالت لي الله يجازيك كل خير، الله يرحم لك الوالدين، الوصفه درتها وعجباتني النتيجه. كنغسل بها وجهي يوميا، يعني كتغسل بها وجهها بحال كتغسل بالصابون او لا جيل نيطويون وصافي. انا ما قلتش هكا، بارطاجيها لي تعمل الفائده، والناس اللي غالطين في الوصفه يديروها بالطريقه الصحيحه، واللي بغاها يرجع للفيديو. اول حاجه هاد الوصفه كيفاش كديري ليها؟ شوفي، انا من الصباح غاسله الوجه ديالي غير بالماء ديال الوضوء، صافي صافي، مع الدسومات ديال المطبخ، مع تتخرجي تقداي، تعمر الطروبات، بزاف د الحوايج حتى تيشبع وسوخات وجهك مزيان. في الليل عاد كتنوضي اختي كتبلاكي هاد الوصفه على البشره ديالك وهي مسخه، وهي مسخه ماشي نقيه، وتخليها نص ساعه. اقسم بالله العلي العظيم انا درتها قبل الفجر، نص ساعه على البشره ديالي، كتعطيك واحد ليكلا. واخا يكون وجهك محروق بالشمس، محروق بالفران، محروق بالصهودات الكحوليه، الكلف، اي حاجه، تصبغات،